طيب سؤال النهاردة بيقول امتى اعرف اني تعافيت تماما من العلاقة اللي انا كنت فيها. هتعرف انك تعافيت من العلاقة اللي انت كنت فيها اول ما تشوف ان رؤيتك اتغيرت بالنسبة للعلاقة. يعني ابتديت تشوف العلاقة اللي انت كنت فيها دي صح، تشوفها بأذاها، بتعبها، بالألم النفسي اللي انت عشته فيها. تامر عاشور بيقولك ايه: بينك وبيني ليالي كل ما بفتكرها بضحك عليها والله بضحك. فهو بقى بيضحك على الليالي اللي كانت بينه وبين الشخص كل ما يفتكر الليالي دي. تمام كده؟ فدي واحدة من الحاجات اللي تثبت لك انك ابتديت تتعافى. ويرجع يقول له ايه: تعبتنا دنيتنا وكتر الف خيرها، مبسوط عشان انا بعدت عنك. دي تاني علامة انك توصل للمرحلة انك بتحمد ربنا فعلا وانك مبسوط فعلا انك خرجت من العلاقة المؤذية دي. تالت حاجة بيقولك ايه: ومعرفش ليه انا كنت ببكي يوم فراقنا وكأن حاجة كبيرة ضاعت يومها مني. يمكن عشان انا كنت شايفك حاجة غالية وبدأت اشوفك صح لما بعدت عني. وهنا بقى مربط الفرس، ان رؤيتك تتغير للشخص اللي كان معاك في العلاقة. بدل ما انت كنت منبهر بيه وشايفه شخص ملائكي مفهوش اي غلطة، ابتديت تشوف العيوب، وابتديت تشوف الألم النفسي اللي انت شفته منه، وابتديت تشوف سلبيات العلاقة وسلبيات الشخص وابتديت تشوف كل حاجة. رؤيتك بمعنى أصح تحولت من العلاقة. فبدل ما بقيت شايف العلاقة دي علاقة مثالية، بقيت شايف ان العلاقة دي ما بقيتش نافعة. ساعتها هتوصل للمرحلة ان ما بقاش في مشاعر كره ولا حب للشخص اللي كان معاك في العلاقة، بس في مشاعر تقبل ورضا، انك بقيت متقبل وراضي فكرة ان العلاقة دي انتهت.